الله تعالى وتدخلنا الجنة أفشوا السلام وأطعموا الطعام. أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بجلال. أقول قولا حيث بعد كان معنا رجل كثير من الزهاد كان معتقلا معنا في زندان من الزنازين من الزنازين. فكنا نجد معاه صحيح فضل الثاني لنكون على فرق الفجر. فكنا نسأله يا عم أحمد طيب حفظ التوتدون يا عم فضل القيام. قال يا إخوانا الحديث بيقول إيه؟ بيقول وصلوا والناس نيام فإنتوا فينا نيام. انتوا تصلوا والناس نيام عشان تدخلوا الجنة بالسلام فلازم يكون في تنوع. ناس تصلوا والناس نيام. طيب وما شأن النائم؟ وما شأن النائم عندما يتنزل ربنا سبحانه وتعالى حين يكون الثلث الأخير من الليل وينادي ربنا عز وجل الله سبحانه وتعالى يتنزل من السماء الدنيا حين يكون الثلث الأخير من الليل وينادي فماذا يقول؟ أقول ما تسمعون وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي وعلى اله وصحبه وعلى من سار على سنته وسلم نهجه الى يوم الدين. وبعد ايها الاخوه الاعزاء الكرام اعتذر لشيخنا الشيخ احمد لان اقول الشيخ كمال بيحط الحاجات دي على الفيسبوك ويمكن يدخل على الفيسبوك يلاقيها ويقول الاخ ده كتير فضاي دمه. فاقول ايها الاحبه الكرام كيف يكون حالك ايها الناس وقد تنزل ربنا سبحانه وتعالى الى السماء الدنيا ينادي عليك هل من كائن فاتوب عليك هل من مستغفر فاغفر له. الله سبحانه وتعالى ينادي عليك بالليل حين يكون الثلث الاخير من الليل هل من كائن فاتوب عليك هل من مستغفر فاغفر له هل من سائل فاعطيه. يا سبحان الله العظيم حتى يطلع الفجر. صلاة الليل أيها الأحبة الكرام دأب وشرف المؤمن دأب وشرف المؤمن يحافظ عليه الشرف والعرض الذي نراه عليه وتحافظ عليه وتصونه. صلاة الليل كذلك فإنك بمحافظتك على صلاة الليل سوف تكون فيك الحمية. حمية عن الشيء أيوة الحمية والغيرة من أجل العرض والشرف لأنه من أين تأتي السياسة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة ديون ببيته وكذا وكذا الناس كثيرة جدا ولكن تراه لا يغار على عرضه لا يغار على عرضه. فالشرف الأول الذي ينبغي أن تحافظ عليه وهو الذي سوف يفعل في قلبك الغيرة على عرضك أن تحافظ على قيام الليل أن تحافظ على قيام الليل. والتهجد لا يكون إلا بعد نوم التهجد لا يكون إلا بعد نوم أن تنام أولا ثم تقوم من نوم وتتهجد. أيها الأحبة الكرام ثم قال الله سبحانه وتعالى لنبيه مبينا له هذا الآخر يستعين به على البلايا والمحن يستعين به على الاقتباس بالشر والخير. فقال الله تعالى لنبيه
وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. بين له سلاحا عظيما، سلاحا لا يخيب أبدا، الدعاء سلاح المؤمن. الدعاء والمحبة الكرام نبينا صلى الله عليه وسلم عندما قال الله له لقد جئت تركن إليه شيئا قليلا أول ما بدأ ذلك الدعاء اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعلمنا من دعائه اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الهم والغم وأعوذ بك من غلبة السيل وقهر الرجال. النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول لنا في الحديث الذي يرويه ابن عباس رضي الله عنهما فقال صلى الله عليه وسلم الدعاء والعبادة، الدعاء والعبادة، وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. الدعاء والملائكة الكرام ولا يستعجل أحدنا عند الدعاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من الاستعجال حين قال صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، أن يقول دعوت فلن يستجب لي. بل إن الله تعالى إن أحمدتك في هذا المقام اعلم أخي الكريم بأن الله تبارك وتعالى يستجيب للمنافق وللكافر دعاءه استجابة سريعة. لما؟ لأن الله تعالى يكره سماع صوته. أول ما المشرك يدعو والمنافق يدعو إذا بالله عز وجل يستجيب له وبسرعة لأنه يكره سماع صوته. أما العبد المؤمن يلح في الدعاء ويكبر ويقف على باب الله سبحانه وتعالى ويطيل الوقوف ويكثر من الطرق حتى أن يفتح الباب ويمكن الله سبحانه وتعالى إجابة دعوته. لما؟ لأنه يحب سماع صوت هذا العبد. الله يحب سماع صوتك فلا تستعجل، بل عليك أن تدبر إن الله سبحانه وتعالى يحب من عبده بالحق على الله سبحانه وتعالى وأقل الوقوف على بابه عز وجل، أقل الوقوف على بابه حتى وإن لم تجب دعوته، حتى وإن لم تستجب هذه الدعوة. ثم نعمل إيه وابتدأ نعجل ما نعجل نلزم لك وبعد كده من لا تستجاب الدعوة بل لا تستجاب الدعوة. هذا رجل بعث فإذا به ينظر فيرى مثل الجمال حسنات. رجل ينظر فيرى مثل الجبال حسنات فيقول ما فعلت هذه الحسنات؟ فيقول الله له هذه دعوته اتقرناها لك إلى يوم القيامة. فيتمنى العبد لو كثر له دائر دعائه. أيها الأحبة الكرام، هذه بعض عوامل الصبر والثبات التي يعلمنا ربنا إياها نستعين بها على هذه البلايا والمحن، لعل الله سبحانه وتعالى أن يكشف عنا ما نحن فيه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم رحمك بنا يا أرحم الراحمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت
كلنا إلى أنفسنا طرفة عين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح أقام الصلاة أقام الصلاة الله أكبر لا إله